السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ هاجر. نتمنى لكم لاباس. قبل ما نبداو الوصفه ما تنسوناش بجام ابوني لاشين باش ان شاء الله نزيدوا في الوصفات. كما راكم تشوفوا اليوم غادي نديروا فطائر ولا مملحات، غادي يجوا مقرمشين ويجيو بحشو اقتصادي، غادي تكون فيهم واحد اللذاذه بزاف شابه. نتمنى يعجبوكم. وكما راكم تشوفوا غادي يجوا بكميه اقتصاديه وكميه كبيره، والحشو كما قلت لكم اقتصادي. هادو الفطائر غادي يجوا مقرمشين من برا وطريين وهشاش من الداخل. نتمنى تعجبكم الوصفه، وغادي نوريكم دروك القرمشه تاعهم كيفاش. نبدو بسم الله بالحشو. هو الاول ندوب في مقله فيها زيت، ندوب فيها شويه تاع زيت. وهنايا عندي زوج حبات تاع بصل يكونوا متوسطين. طحنتهم تما، طحنتهم كاع، طحنتهم ماشي غير قطعتهم كيما راكم تشوفوا. ونزيدوا عليهم 3 حبات تاع فلفله خضراء ولا حمراء اللي عندك، المهم زيديها عليهم تاني، هما يكونوا مطحونين. انا هنايا غادي نستعمل غادي نستعمل الكفته، تما اللحم مفروم. لا كان كي باغي ديري الدجاج قطعيهم وصاي، قطعيهم صغير صغير، وديري الدجاج تاني مقطع صغير صغير. مي خليتهم من تحمروا غايه وتجمروا غايه، نزدت عليهم 2 حبات تاع جزر تاني مرابيين. درت عليهم 2 حبات جزر مرابيين. الجزر كما تعرفوا يوالم الكفته ويعطي بنه شابه لهاد الحشو تاعنا، ومام طون يعطي كميه كبيره. معناتها مي غادي تدو الكفته غادي تدو كميه اقل. خليتهم من دبالو غايه، دبال هذاك الجزر تاني عاد باش زدت عليهم الكفته. كما قلت لكم بالنسبه هنا للحشو، حشو كل وحده ودير شاي باغيه وش عندها في الدار. اللي عندها الكفته دير الكفته، اللي عندها دجاج دير دجاج تقطع صغير ودير دجاج، واللي ما عندهاش قد دير طون ولا تخليهم غير خضروات وغادي يجيكم بنان بنان بزاف. زيدوا عليهم غير الفرماج وصاي. انا هنايا من درت الكفته غادي نزيد دوك نتبلها. هنا بالنسبه للبهارات كل وحده ودير شاي باغيه. انا غادي ندير البهارات معناتهم العاديين، غادي ندير شويه فلفل اسود والملح. بالنسبه ليها هي باغيه دير الدجاج تقد دير البهارات تاع الكباب تاني يجوا شابين. وهنايا قطعت شويه معدنوس وزدتها هكا تاني كديكور يعطي بنه شابه. اللي عندها زيتون تاني مقطع تقد دير زيت تاني زيتون مقطع، مهم تقلع على هذاك الملوحيه زعما تشلاش عم خطر. وهنايا بالنسبه للصلصه انا غادي ندير صلصه بيضاء، غادي ندير هنايا كريم فريش وزنها هكا 200 ملل يعني تاع كاس. لكن كي بغيتها صلصه حمراء ديري عليها زوج حبات تاع طماطم يكونوا متوسطين وطحنيهم وزيديهم عليهم. انا هنايا نخلط هنايا الصلصه هذيك لا كريم فريش غادي نخلطها مليح مع الكفته هكا باش تشرب الكفته وتشرب الحشو يتشرب هذيك لا كريم. ونخليهم على جنب حتى يبردوا. كيما راكم تشوفوا هذا الحشو نخلوه حتى يبرد عاده باش نبدو في لاباط تاعنا، باسكو لاباط ما غاديش نخلوها تخمر. هنايا بالنسبه لاباط اللي غادي نستعملوها غادي نديرو فيها 4 كيسان تاع فرينه، وزن الكأس 200 غرام كيما راكم تشوفوا. وزدت عليها مغرف صغيره تاع خميره الخبز ومغرف صغيره تاع السكر، والملح تاني ندوه على جنب باش ما نخلطوش الملح ما يقلعناش لافي تاع الخميره. وهنايا بالنسبه اللي تبغي تنسمها انا درت هنايا مغرف صغيره تاع سانوش، تبغي تزيدي زعتر ولا حبه حلاوه اللي تبغي ديري. وهنايا درت عليها ربع كاس تاع زيت. ودروك باش نجمعوهم بكاس تاع حليب. الوزن الكأس هو 200 مليلتر. يكون الحليب دافئ ونبداو نجمعوا فيها. نزيدوا عليها دوك الكاس هذاك ما غاديش يكفي، غادي نزيدوا عليه 4 كاس تاع حليب دافئ. انا بالنسبه لكل وحده والفرينه اللي عندها كاين اللي تشرب لها كاين اللي ما تشرب لهاش. انا على بها درت الكاس الاول عاده باش زدت هذاك 4 كاس اللي كان عندي. وهكا نلموا العجينه ونسيو هكا نلموها مليح، نعجنوها شويه 5 دقائق هكا ونحطوها في البول كيما هكا تريح شويه. من بعد ما ريحت واحد 10 دقائق كيما هكا نجيبوها نحلوها ندوها في بلان طرافاي ونبدوها كنسقموا فيها باش ندوها على شكل حربوش ونقطعوها. هنا بالنسبه للقطع تاعها انا غادي نقطعها على 15 قطعه، عنديهم قطع صغار
على خاطر لاباط تاعنا يليق نحلوها رقيقه باش هكا ما تجيناش معجنه من الداخل. كيما راكم تشوفوا انا غادي ندير هنايا نبقى نقطع فيهم، والاحسن توزنوهم كل وحده وتوزنوها هكا على حسب 15 حبه. درتها في بلا كيما هكا، درت فيه شويه فاينه، ونبدا ندير في الحبات تاعي على هكا كويرات، ونبدا نحل فيهم ديريكت. هنا بالنسبه للحشو، انا الحشو غادي نزيدها فرماج رابي كيما هكا ونخلطه. ما بغيتش انا ندير فرماج في المقله باش ما يروحلاش هذيك لا تيكستير تاعه. وهنايا درت فاينه بلان طرافاي، ونبدا نحل في الحبات تاعي. كيما قلت لكم احنا هنا الحبات غادي نبداو نحلوهم رقاق بزاف، معناتها نخلوهم رقاق حتى ديجا غادي يزيدوا يخمروا لنا في المقله. وهنايا بالنسبه للشكل انا درتها شكل دائري كيما راكم تشوفوا باش نديروا شكل مثلث. كيما راكم تشوفوا غادي ندوه هنا بالنسبه للحشوه، الحشوه غادي ندوها على هذا الشكل هكا، على شكل مثلث كيما هاك، ونبدو نبلعوا فيها. هذا الشكل غادي يكون كيما الشكل تاع العرايش اللي ندوهم تاع الكاطو، يكون شكل كيما هكا مع الحشوه بهذا الشكل، ونبدو نزيرو هكا بيدينا. لاباط ميا عندنا شويه معناتها ماهيش قاصحه بزاف، غادي تعاونكم باش تبلع لكم مليح تبلع لكم مليح في وين بلايص تاع التبلع. ونحطوهم في بلا يكون فيهم شويه فاينه. نستفوا كاع الحبات كيما هكا. انا غادي ندير لكم حبه واحده اخرى. بالنسبه للشكل اللي تبغي دير الشكل تاعها معناتها شكل بيضاوي، تقد تحلها هكا على شكل مستطيل، وتبدا تبلع فيها كيما هكا على شكل بيضاوي، ودير الحشو تاعها طولي. انا غادي ندير هذا الشكل كيما هكا مثلث، شكل جديد، وثاني نبدلو في الاشكال تاع لي صالي تاعنا كيما هكا. كيما راكم تشوفون نبقاو نبلعوا فيهم. ماذا بكم كيما قلت لكم العجينه خلوها شويه طريه هكا باش تعاونكم في التبلع كيما هكا بهذا الشكل، ونبداو نبلعوا فيها ونكملوا كاع الحبات اللي عندنا بهذه الطريقه. راكم تشوفوا تاع السانوش، حبه تاع السانوش كانوا جايين عطاهم نظره ومامطون يعطيهم ذوق شباب للمملحه تاعنا. انا هنايا في طبسي درت هكا زوج حبات بيض، وتاني لا شابليغ غادي هنا نغطسهم في البيض، ومن بعد نديرهم رمدهم في لا شابليغ هكا باش نضمنوا القرمشه، وتاني باش الحبات تاعنا ما يتحلوناش في المقله. كيما راكم تشوفوا رمدوهم مليح في لا شابليغ هكا من كاع الجوانب، ونحطوهم في البلا، ونكملوا كاع الحبات هكا باش من بعد من نبداو نخدموا كل شيء على نقاوه كيما هكا بهذه الطريقه. هاو كملناهم، ودروك ندوو في المقله نحمو زيت، تكون النار هنا تكون متوسطه معناتها الزيت ما تقولهاش وما تنقصولاش باش ما يشرب لكمش الزيت، وثاني ما تقولهاش باش تنحرق لكم ولاباط من الداخل تقعد معجنه معناتها ما طيب لكمش من الداخل. كيما هكا تبدا هي ديجا تخمر. شوفوا الشكل تاعها كيفاش طلع كيما هكا بهذه التحميره، تجي تحميره شابه لون شباب، ونقلبوها. شوفوا انا دات لي كميه كبيره كيما قلت لكم 15 حبه. شوفوا القرمشه جاو هاد المملحات مقرمشين، وشوفوا من الداخل غادي نحل لكم حبه هكا باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات شابه وجات بنينه. نتمنى تعجبكم الوصفه وديروها وتسيوها، وما تنسوش تخلوا لي تعليق وتخولوا لي اللي خدمتوهم نتاعكم، وان شاء الله تهلاو في رواحكم اخواتي واخواني، وتهلاو في رواحكم، ومع السلامه.